رسميا السعودية تحدد شروط التقاعد المبكر في مختلف المؤسسات والفئات أيضا المستحقة. وفقا لقانون العمل، هيئة المعاشات التقاعدية قامت بوضع لائحة خاصة بشروط استحقاق المعاش المبكر بالإضافة إلى الفئات المستحقة. وبسبب ذلك كثرت البحث عن محرك البحث بالمملكة العربية السعودية عن هذه اللائحة الخاصة، لأنه يوجد بعض الفئات التي تستدعي الحالات الخاصة بهم وتقديم طلب الاستفادة من المع- معاش التقاعد المبكر. وشروط المعاش المبكر: قامت الهيئة العامة لمعاش التقاعد بوضع شروط وضوابط معاش التقاعد المبكر، والتي تتمثل في الآتي: مدة مزاولة العمل لا تقل عن 20 سنة متتالية، وموافقة جهة العمل التابعة لها، ووظيفة الموظف، وموافقة رسمية. ألا يقل العمر وقت تقديم الطلب التقاعد المبكر عن 60 عاما. عدم استطاعة الموظف أداء عمله بسبب عدم قدرته الصحية، أما بسبب الإصابة بمرض أو التعرض إلى حادث على أثره يصبح عاجز عن مزاولة عمله. في حالة فصل الموظف من أجل التأديب والفصل الوزاري، متاح أن يتم تطبيق التقاعد المبكر، ولكن يشترط في هذا الحالة ألا تقل مدة مزاولة الموظف لعمله عن 15 سنة متتالية، والتزامن الموظف بالتعليمات والضوابط التي تقوم هيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التابعة إلى الحكومة السعودية التزام بها تماما.